صباح الخير. النهاردة جيت لكم بوصفة عسولة. محتاجة منك بس ربع ساعة واقفة في المطبخ وكله في حلة واحدة. ولو بتحبي الأكل السعودي أو ما بتحبهوش فأوعدك تحبي الأكلة دي. الأول حطيت في طاسة غويطة أو حلة معلقة سمنة عليها زيت، وبعدين سبتهم يسخنوا خالص خالص. لازم يسخنوا كويس. أنا هنا كترت الزيت شوية، معرفش ليه، بس انتي ما تكترهوش كده. انا كنت عامله كميه صغنونه لان انا كنت عاملاهم ليا لوحدي بس. بسم الله. بعد كده هبتدي انزل ببصله صغيره. الكميه دي لصدر فرخه واحد، احتجت له بصله صغيره خالص. برضو هسيبها في الزيت تاخد لون غامق. عارفين اللون بتاع الرز بتاع الصياديه؟ هو ده اللي انا عايزاها تاخده، تاخد لون غامق خالص. وبعدين هبدأ انزل بفص واحد من الثوم متقطع شرايح، وبعدين هبدأ انزل بالفراخ. اهو شايفين صدر واحد بس من الفرخة، مش اكتر. اكلة موفرة وجميلة، مش محتاجة منك اي وقت خالص. لو انت ام او بترضعي او حامل او بتنزلي الشغل طبعا. ولو هتضعفي الكمية هو صدر واحد اللي هتضعفيه، ومش هتضعفي كمية البصل والثوم قوي، يعني هيبقى تومة كمان صغيرة ونص بصلاية كمان. هبدأ اشوح الفراخ في البصل زي ما حضرتك شايفة كده، وانزل بلومي وقرفة وحبهان. دول اللي انتي هتضعفيهم لو انتي ضعفتي كمية الفراخ. وهنزل ببهارات كبسة. انا هنا كنت مقللاهم، كنت حاسة ان هم عايزين يكتروا شوية، الطعم يبان اكتر. لو انتي بتحبيه قليل حطي الحبة دول، لو بتحبيه اكتر حطي حبة حلوين، هيديكي طعم تحفة. بعد كده حطيت ملح وفلفل وقلبتهم في بعض، شوحتهم مع الفراخ. الفراخ طبعا هتاخد من الطعم ده كأنها متبلة بقالها اكتر من ساعة مثلا. تحفة. حطيت هنا 3 معالق او 4 معالق كبار محترمين من الصلصة. تبدأي تقلبي الصلصة مع الفراخ. طبعا انا في المرحلة دي كان نفسي جدا ان انتوا تكونوا شامين الريحة. واو. هنا كنت انا غليت مية وصبيت على حسب كمية الرز اللي انا كنت عاملاها. طبعا كنت حاسة ان المية دي قليلة فرجعت زودت تاني. وحطيت نص قرن فلفل اخضر حراق، مش هيخلي الطعم حراق بس هيخليه تحفة جدا. هنا نزلت بربع كيلو بس فقط من الرز البسمتي المغسول كويس، وكمان كنت نقعاه شوية. قلبت كويس، حسيت ان الملح كان قليل سنة فزودت ملح. احنا بنسيب يا جماعة النار مفتوحة لغاية ما الرز يشرب ميته، مش بغطي والرز لسه فيه مية. اول ما الرز يشرب ميته بغطي عليه. هنا شايفين ما شاء الله تحفة. في ثانية، في ثانية حرفيا انتي مكملتيش ربع ساعة واقفة حتى، والفراخ دايبة والرز مفلفل وطعمه تحفة. كان ناقصه بس شوية بهارات كبسة اكتر بكتير من كده. انا بحب قوي طعم الكبسة. شايفين الفراخ بتتقطع بالسباتيلا نفسها. تعملي بقى شوية سلطة جنبهم وبألف هنا على قلبك. طبعا لو عندك دقوس او حابة تعملي دقوس قوليلي في التعليقات لو عايزة طريقته. واو واو بجد. انا جعت حرفيا وانا بتكلم.
لو عجبتك الوصفة وعجبتك فكرة ان انتي تقفي في المطبخ شوية صغيرين عشان تعملي اكلة، اعملي لايك واشتراك وتابعيني.